ب5 جنيه في الصين تقدر تغسل عربيتك بنفسك. يعني اخدم نفسك بنفسك، تقدر تدخل المكان دوت، سكان الكود وتدفع ال5 جنيه او ال5 يوان وتغسل عربيتك. وعندك خرطوم اهوت بتاع المكنسه، تقدر تشفط التراب وتكنس عربيتك بنفسك، تخدم نفسك بنفسك. تخلص وتروح مرجع كل حاجه مكانها. ده الفوم وده الميه. طبعا مش عايز اقول لك كل حاجه متوفره. لو ده مشروع، ده فكره برضو لاي حد في مصر يقدر يعملها، يعمل المكان. السيستم كله بيكون مربوط بالكيو ار كود دوت. بمجرد ما بتدفع المكن بيشتغل معاك وبيتيح ليك ان انت تستخدم الميه والفوم والمكنسه وبكده تقدر تنظف عربيتك بنفسك، بدل ما هتروح تدفع 200 جنيه. انا طبعا مش بقول كده عشان اوقف حال الناس، كل واحد حر. يعني في ناس هنا بتحب تخدم نفسها بنفسها، وممكن نخليها 10، ممكن تخليها 20 في مصر، ان ده مش هيبقى مرضي بالنسبه لك. ولكن هي الفكره موجوده ان اي حد يقدر ينظف عربيته بنفسه ويدفع مقابل الخدمه. السيستم بيشتغل معاك ان انت تقدر تخلص عربيتك. بمجرد ما بتخلص السيستم بيقفل تاني وبتخش العربيه اللي بعدك وهكذا. هم طبعا عاملين اكتر من مكان بحيث ان هو ايه، في اوقات بيبقى في ضغط على المكان. في افكار كتيره جدا معموله هنا تدر الربح كبير جدا على ناس نايمه في بيوتها وبتكسب كمان.